بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غادي نشوفوا إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نعمروا الاستمارة ديال ترشيح لاجتياز مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. أول شيء هنا ضروري نديروا الجهة اللي حنا باغين ندفعوا فيها الدوسي ديالنا أو نحطوا فيها ترشيح أو ملف الترشيح، مثلا جهة فاس مكناس أو جهة الشرق أو الرباط سلا القنيطرة إلى آخره. هنا نوضعوا الصورة ديالنا وتكون يعني صورة حديثة وبالألوان. ننتقلوا لهاد الخانة هذه، غادي نديروا هنا المباراة المطلوب الترشح لاجتيازها هي الإطار، يعني أستاذ تعليم ابتدائي أو أستاذ تعليم الثانوي الإعدادي أو يعني أطر الدعم التربوي أو الاجتماعي إلى آخره. هنا دير تخصص سواء كان مزدوج أو يعني عربي أو فرنسي إلى آخره على حسب التخصص اللي انت باغي يعني تدوز فيه المباراة ديالك. وهنا كذلك كنكتبوا الجهة اللي حنا دافعين فيها الدوسي ديالنا. نمشيو للحالة المدنية أو المعلومات اللي كتعلق بيا أنا يعني كمترشح. هنا الاسم الشخصي نكتبه باللغة العربية، وهنا لو برينون كذلك هو الاسم الشخصي نكتبه باللغة الفرنسية. الاسم العائلي باللغة العربية، لو نون كذلك هو الاسم العائلي نكتبه باللغة الفرنسية. بالنسبة لتاريخ الازدياد كنلاحظوا هنا كاين 4 ديال الخانات، يعني هنا السنة فاش تزادت، في الوسط هنا كيجي الشهر، ثم اليوم اللي تزادت فيه. إلا كان عندنا مثلا الشهر يعني من 1 حتى ل9 يعني فيه غير رقم 1، كنديروا 01 أو 02 أو 03 إلى آخره. مكان الازدياد يعني المكان اللي أنا تزادت فيه أو المدينة. الحالة العائلية سواء كان المترشح عازبا أو عازبة، متزوجا أو متزوجة، أو أرمل أو أرملة، هنا كنوضعوا علامة في الحالة العائلية ديالنا. كذلك كنضيفوا رقم البطاقة الوطنية أو لاكارت ناسيونال، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الإيميل أو الجيميل، ضروري يكون عندنا واحد البريد إلكتروني، وفي الأخير هنا العنوان الشخصي ديالنا. ننتقلوا ثانيا الشهادات المحصل عليها بين قوسين من الأحدث إلى الأقدم، يعني آخر شهادة تحصلت عليها هي اللي غادي تدير هنا في هذا الإطار، هي الأولى، ومن بعد كتزيد الشواهد حسب الترتيب أو التسلسل الزمني ديالهم. هنا كنكتبوا اسم ديال الشهادة أو الدبلوم، أي دبلوم عندك خديته في أي مجال، وخاصة إذا كان يعني في المجال ديال التعليم من الأحسن. هنا المؤسسة اللي أنا خديت فيها هاد الشهادة، المدينة كذلك اللي كتواجد فيها هاد المؤسسة، تاريخ الحصول على هاد الشهادة، والميزة اللي خديتها أنا في الشهادة، يعني مقبول أو لا بأس به أو مستحسن إلى آخره. ننتقل ثالثا التكوين والتدريب كذلك من الأحدث إلى الأقدم، يعني هنا الستاجات اللي أنا يعني درتهم في الحياة ديالي، ومن الأحسن هنا أول واحد غيكون هنا هو يعني آخر ستاج قمت به، ومن بعد كنديروا تسلسل الزمني ديال الستاجات. وإلا كان عندي غير ستاج واحد كنكتبوا هنايا المدة ديالو، يعني واش سنة أو سنتين أو 6 أشهر إلى آخره. السنة اللي انت يعني اجتزيت فيه أو دوزت فيه هاد ستاج، المؤسسة أو الهيئة، يعني هاد المؤسسة اللي يعني تدربت فيها، وهنا المدينة اللي كتواجد فيها هاد المؤسسة. رابعا المؤهلات في مجال الإعلاميات، يعني شنو هما المؤهلات اللي عندك في المجال ديال المعلوميات أو لانفورماتيك. هنا البيروتيك يعني الإكسل، الوورد إلى آخره. شنو هما الدبلومات اللي انت يعني خديتهم، أو يعني المجال أو البرامج المعلوماتية اللي كتستعملها، مثلا الوورد إلى آخره. ومستوى التحكم ديالك هنا كدير علامة واش جيد، متوسط أو
ضعيف. كذلك لا بروغراماسيون ديال المعلوميات، هنا البرامج المعلوماتيه اللي كتستعمل، الا ما عندكش شي مؤهل في هاد ثلاثه ديال المجالات، فقط كدير يعني المجال اللي انت يعني عندك فيه واحد مستوى ديال التحكم، سواء كان جيد متوسط او ضعيف. ننتقلوا الخامسا الكفاءات اللغويه. عندنا في اللغه العربيه اللغه الامازيغيه، الفرنسيه، الانجليزيه، الاسبانيه او لغات اخرى. هنا من ناحيه يعني الكفاءات اللغويه المقروءه كدير علامه يعني فاش عندك كفاءه لغويه. في القراءه يعني اش من لغه يعني عندك فيها كفاءه، واللغه كذلك المكتوبه كدير علامه يعني في اللغه اللي انت عندك فيها مؤهلات يعني من ناحيه الكتابه، او في اللغه المنطق. سادسا العناصر التحفيزيه للترشح لاجتياز المباراة. هنا يعني عوض ما بحال السنه الماضيه كانوا يعني دايرين من الشروط ديال ملف الترشيح رساله تحفيزيه، هنا فقط يعني هي عباره عن يعني واحد النموذج اخر، هو بمثابه كذلك رساله تحفيزيه. اول شيء كتستعرض الاسباب الذاتيه، يعني الامكانيات والقدرات والمؤهلات والمعارف والمهارات والتجارب، يعني شنو هما الامكانيات اللي عندك يعني اللي تقدر تساعدك انك تجتاز المباراة، والقدرات والمؤهلات اللي انت خديتها في يعني في المجال الدراسي ديالك. كتكتب جميع المعلومات ديالك هنايا، وكاين واحد لا فيديو في القناة ديالي يعني كتبت فيه نموذج رسالة تحفيزية تقدر طالع عليها، غادي نخليها ان شاء الله في صندوق الوصف تاخذوا منها معلومات. ثانيا التعبير بوضوح عن الرغبة في الالتحاق بمهن التربية والتعليم. كذلك هنا كتعبر على الرغبة ديالك في الالتحاق بهذه المهنة ديال التعليم. كذلك كنصحكم انكم تشاهدوا لا فيديو ان شاء الله غادي يكون في اسفل هذا الفيديو، ان شاء الله تقدروا طالعوا عليه، فيه كيفية التعبير عن الرغبة في الالتحاق بمهن التربية والتعليم، وهنا الأسباب أو الدوافع اللي خلاتك أنك تختار المهنة ديال التدريس، يعني علاش أنت باغي يعني تخدم في مجال التعليم، شنو هما الدوافع والأسباب اللي خلاتك أنك ترشح لهذه المهنة. ننتقلوا للتعبير عن مستوى الاستعداد لما ينتظر من مسؤوليات وواجبات عند الالتحاق بالعمل، يعني شنو هي المسؤولية ديالك اللي تقدر تحملها، يعني واش انت قادر انك تحمل المسؤوليات والواجبات فاش غادي تلتحق بالعمل ديالك. هنا كتعبر على يعني مستوى الاستعداد ديالك، واش انت مستعد ولا. يعني من الافضل انني نكتب هنا انني مستعد، واحد استعداد كبير باش نخدم في هذا المجال. هنا كنجيو هنا في الاسفل تصريح، يعني اشهد أنا الموقع أسفله على صحة المعلومات التي أوردتها في هذا المطبوع، حرر في، هنا كدير المدينة ديالك بتاريخ هنا يعني السنة بالضبط يعني 2022، الشهر اللي انت كتبت فيه هذا الطلب أو يعني درجت فيه هذه المعلومات هو أكيد غيكون الشهر 11، يعني هذا لو موا نوفمبر. وهنا كدير النهار اللي انت كتبت فيه هذا الطلب. هنا في الأسفل عندنا التوقيع مع بيان الاسم الكامل، يعني هنا في الفراغ كتكتب الاسم ديالك الشخصي والعائلي، وفي الأسفل كتوقع هنا كدير واحد الإمضاء أو التوقيع. ملحوظة: يمكن للإدارة عند الاقتضاء أن تطلب من المترشح الإدلاء بوثائق تؤكد صحة البيانات التي ضمتها في هذه الاستمارة. يعني هنا ممكن أن يطلبوا منك أنك تحضر مثلا شي وثيقة، مثلا لكارت ناسيونال أو الدبلومات اللي انت كتبتها، يعني مقاليزين إلى آخره. يعني خص يكون هذا الشيء ما فيهش اللعب، وما يكونش الإنسان كيكذب إلى آخره، لأن ممكن أنهم يطلبوا منك شي شهادة من هذه الشواهد اللي انت كتبتها، يعني فقط للملحوظة. نمشيو لآخر
صفحة لائحة المديريات الإقليمية التي يرغب المترشح العمل بها ضمن النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة. هنا مثلا أنا باغي ندفع الملف ديالي في جهة الشرق، هنا غادي نشوف اش من مديرية باغي نخدم فيها على حساب مرتبة حسب الأولوية. يعني شنو هي أول مديرية باغي نخدم فيها؟ هنا ندير رقم 1 مثلا مديرية إقليم الناظور، وثانيا مثلا مديرية وجدة إلى آخره، يعني على حساب الأولويات اللي أنا أو المديريات اللي كنفضل أنني نخدم فيها من 1 حتى 10 ربما. هذا هو العدد اللي كاين هنا. وهنا في الأسفل عندنا التوقيع كذلك مع إثبات الاسم الكامل. يعني هنا غادي نكتب الاسم ديالي الشخصي والعائلي، وفي الأسفل هنا كنوقع على هذا يعني هذا التصريح أو الاستمارة. إذا هذا الشيء اللي كاين في هذا لا فيديو. إن شاء الله كنتمنى لكم التوفيق جميعا، وشكرا على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.